بكم. ليلة 17 فبراير من الشهر الفارط تبقى راسخة في أذهان سكان القبة بالعاصمة، خاصة من شاهد جريمة قتل بكل مواصفات البشاعة وقعت أمام منزل الضحية والمتهم. فبعدما جمعت بينهما صلة صداقة، علاقة عاطفية فرقت بينهما، الفتاة كانت تتواعد مع أحدهم وتتواصل مع الآخر، الأمر الذي جعل الصداقة تتحول إلى عداوة، ومن هذا المنطلق وقعت الجريمة. فرضيات عديدة طرحت، هناك من رجح أسباب ارتكاب هذه الجريمة إلى مخمرة وتعاطي المخدرات، وهناك من قال أن الخلاف يعود إلى موقف السيارات. تساؤلات عديدة نجيب عليها في هذا العدد، فلنتابع. يوم الثلاثاء 17 من فبراير 2015 لكل سكان حي الجويد بالقبة. هذا اليوم الذي أزلقت فيه روح شاب يعرفه الكبير والصغير كونه عامل بموقف سيارة الحي. إنه سفيان فلاح صاحب 25 ربيعا. الشاب الذي غدر به من قبل أعز أصدقائه وسط ساحة حيه وبين باقي رفقائه، لكن التساؤلات التي تتبادر إلى ذهن كل من شاهد هذه الجريمة هو كيف ولماذا ومن أجل من ارتكبت الجريمة. كانت عقارب الساعة تشير إلى 6 مساء عندما خرج الشاب سفيان من منزله. وجهته كانت الالتقاء مع أصدقائه الذين اتفق معهم على الذهاب للتنزه إلى شاطئ كيتاني بباب الواد. عند ملاقاتهم فضل سفيان العشاء مع صديقه بأحد المطاعم قبل الذهاب إلى المكان المتفق عليه. انتيك يا اخي. لا وين حبيت تروح يا اخي؟ يا اخي حبيت نروح البحر انا. وين نروحوا؟ والله ما دراك ولا. ودبر راسك يا اخي. طب ما تقوليش بكره نحن نباتوا في عين بنيان. يا اخي هذا كل شيء تنقول هذا. لا ما نباتوش في عين بنيان. بعدها مباشرة توقف سفيان لشراء السجائر. وعقب خروجه من الكشك تفاجأ بطعنة خنجر على مستوى الرقبة. الإصابة كانت بليغة. لم يتقبل سفيان الإصابة، بقي يمشي بضع خطوات حاملا عصا في يديه للأخذ بثأره. في ذلك الحين تقدم أحد أصدقائه لإسعافه، لكن نزيفه الحاد لم يسمح له بالصمود لوقت أكثر، فسقط قتيلا. أعطني في تليفون جاء 6:30. لما ديك جاء قال لي قدرنا نروحوا شما ناكلوا ودخلنا ريستورو كلينا، قال لي يعني حيب نروح لا مذاك ريح في البحر. قلت له دوك نروحوا. انت طلعنا القبه كيما الاميري، كاين واحد بيرو طابه
قال لي نحبط نشري الدخان، حبط هو ما عليه حبط، سمعنا العياط والسيد كان موراه ضربه. وبعد انا خرجت لقيته ما باليش كيفاش، ما نجمش نحكي لك انا. هنا تقباو شغل الدم يبردي بزاف. بعد انا شديته بديت نمشي به في الطريق، يا ربي زاد 5 دقائق طاح توفى. مالتي كومبيلونس جات ماشي هذيك تاع بريفي، جاتنا باش تدار هذيك الداو كي جاو لا بوليس دار. وكي اللي ضربوا شفتوا اللي ضربوا؟ شفتو ما ضربوش وهرب، بقى مقابلنا فسخ الموس بكره النهار. كانوا يهضروا من قبل ولا راح خدعوا على غير؟ ما كانوش يهضروا، شافوا كيحبط مكروسه جا موراه ضربوا ديريكت لرقبه. هي الجريمة التي هزت سكان القبة بالعاصمة. الكل يتساءل عن سبب حدوثها، خاصة وأن مرتكبها صديق للضحية. كانوا هم أصحاب، كانوا يدوروا كيف خاوة كاع، يدوروا كيف يريحوا كيف يتصاحبوا، وين يروح الآخر. كانوا صح خاوة. الخلطة تاع الزنقة نقول لك الصح ما نجمش أنا نسير فيه صباح وعشيه. هو عنده صحابه يجوا الناس ياكلوا معاه في الدار، يقعدوا معاه. دوك انا ماشي داير هادو شغل خاوته ماشي صاحبه. مادام ياكلوا ملح هكذا انا ما نقولش بلي غدوه من غدوه واحد من هذوك الناس يرتكب جريمه كيما هذه في خوف. مباشرة بعدها نقلت الجثة إلى مركز استشفائي بحسنداي، وهناك كانت وجهتنا. الأوضاع كانت جد حزينة، الكل متفاجئ من وقع جريمة لم تكن في الحسبان. هذا اللي ضربوا إنسان طفل صغير، هذا هو واحد من المشاكل، هو اللي يدير المشاكل. هذا كان الطفل، هذا كان خابط ولا ما يجوش، كان ما على باليش بانت له عليه. راح ليه من اللور ضربه، كان قاعد هذا قاعد في الغابه نورمال، راح ليه من اللور ضربه في رقبته، دخل له بوشيه في رقبته. هذا الطفل حب المشاكل، كبر صغير طلع بالمشاكل وقتلنا اخونا، وربي ان شاء الله ما يسمحلوش. انا كنت في الدار قاعده، عيطوا لوليدي الكبير قالوا خوكم ضربوه بالموس في رقبته. جا وليدي يجري قال لي ما تروحيش. قلت له وليدي كيفاش ما نروحش، من ربي شو نتقني. قلت له ما على باليش انا وليدي نلحق به حي ولا ميت. قلت له انا نروح. بابا ثاني قالوا ما تروحش، روحوا غير حنا. قلت له لا قلت له نروحوا. كيما كان الحال هكذاك رحت وصلت لحقت بوليدي ميت. صاب صحابو وليدي ديجا هكذا سقساهم، قالوا واش خويا كيفاش، ما قدرش ينتقم يقول بلي مات. قالوا واش خويا كيفاش، قال له مات. انا ما بقى لي عقل، زدت دخلت انا لداخل نصيب لابوليس واقفين. قال لي كعب لي انا يماه، قال لي الحاج انا داوي فيه وطبعته، ما خلونيش ندخل، ما نكذبش عليك على طولي طبعتهم. قلت له وليدي كيفاش مات وانت تقول لي نداويو فيه. قلت له وليدي مات وليدي. كي دخلت الكنيسه واش راح نقول لك، ما بقاش نستنى كيفاش هذيك اللقطه نلحق بها. انا قلت وليدي نروح نصيبهم بليسي، ما نستناش بليسي وليدي تحط نزار. ديما نقول لك ديك الحلقه وحدها صبتو تحت نزار خلاص، كلهم كفن ومحطوط. كيفاش نحكي؟ منه 25 سنه حرقوا لي الكبده تاعي. واش راح نقول لك يا اختي، واش راح نقول لك هم اللي قتلوا. واش راح نقول لك، ما دار والو مسكين. واش دار؟ فخذوا تعرفي يقول لك فخذوا مقطع، ضربوه وزاد باباه الصباح في قدام لاميري لا بلاصه تاع ديك باباه ضربوه، زاد حلوا راسو. وهنا تاني قدام ليفو، هنا تاني هبطوا ضربوه. وقتها كانت الأسباب لا تزال مبهمة وغير مفهومة، فيما رجح أخو الضحية
أن أول سبب وراء قتل أخيه هو فتاة. سبا ما انا باليش دوكا على حساب العباد لهم يهضرون صغير عليا ما يحكيش ماشي مداصرني ولا على حساب صحابو واش هم يهضروا قال لك بيناتهم على جال طفله. الطفله هذه قالت له ما لا باليش لي ميرو بيناتهم، واحد يحكي لواحد ما لا باليش كيفاش، ما لا باليش كيفاش. لو كان الناس كيما نقول لك على جال شارف ما يشتقتل، على جال شارف ما يشتقتل، على جال حاجه ما كان والو، يا نقتل الروح وين راح تروح بينه وبين موله. مرتكب الجريمة فر هاربا مباشرة بعد فعلته، لكن تحقيقات الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر التي انطلقت مباشرة عقب الحادثة أوصلتهم إلى المشتبه فيه بعد معلومات مؤكدة حصلوا عليها من أحد المواطنين، وعليه تم توقيف المتهم إبراهيم وهو هارب في سيارة بضواحي منطقة بئر مراد رايس بالعاصمة. أنا اللي قتل قبضته، أنا جبته للدول، كنت قادر نقتله أنا تاني نورمال أو يخلص. لا ما كان الدولة ما خلتني ندير له والو، قالت لك هو قال لك توليو 3 مباصيين، أو خوك مات وأنت زيد تقتل هذا وزيد باصي نتايا تولوا بين 3 مباصيين. خلونيش نحاول يا عبسه شدوه ما داوني، جابوا بوليسيات اخرين شدوني وانا جبته، انا على بالي وين كان راه جبته، ما جبتوش من دارهم كان مخبي في واحد الجهه، على بالي وين كان. عيطوا لي بتليفون قالوا لي راه في هذيك البلاصه، الدوله قالت تعاوننا، قلت له ما نعاونك ما والو، قلت له باش نعاونك نعاون روحي، هذه حاجه تاع خويا ماشي باش انت ما دير له والو، حتى قبضوا دير له بيفي تبعتوا للحبس، ما عندك ما حدير له، انا اللي ندير له، بصح يدير له ربي وخلاص. دراري بيناتهم الله يجعل خير، وان شاء الله ما مات لي جانا هذولا مطالعين ولا ما ربحنا والو. ما تبكي انا نبكي وموراها ما باناش واش كاين، ان شاء الله ما يكون غلط. ساعات قليلة بعد ارتكاب الجريمة ولتحري الحقائق وكشف ملابسات القضية التي لا يزال يسودها الغموض، انتقلنا إلى بيت المشتبه فيه الذي لا يبعد عن مسرح الجريمة ببضع أمتار. فور وصولنا كان المكان محاصرا عن آخره من قبل مصالح الأمن والشرطة العلمية، الكل متفاجئ من وقع جريمة بشعة وقعت أمام أعين الجميع. في اليوم الموالي توجهنا إلى بيت الفقيد سفيان لحضور مراسيم الجنازة. أجواء حزينة، جو مأساوي مهيب. أنا شيختي حنقول لي هكذا واش لا واش دار مسكين واش عاش بس انحرقت انحرقت يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يكون الجريمة خلفت صدمة عنيفة وسط العائلة وكذلك الأصدقاء الذين لم يتجرعوا بعد مقتل الشاب سفيان. عقب صلاة العصر شيعت جنازة الشاب سفيان وسط حشد كبير من سكان القبة.
خلال مرور يومين على مقتل الشاب سفيان، نظم العشرات من سكان القبة وقفة احتجاجية سلمية بالقرب من مكان وقوع الجريمة. رافضون بالقبور، رافضون في الجزائر، رافضون أيها الراقبون، أنتم أيضا معنا اليوم. رافضون بالقبور، رافضون بالقبور، مطالبين بغلق المخمرة التي كانت حسب أقوالهم سببا في وقوع العديد من الجرائم، آخرها مقتل الشاب سفيان. الوقفة هذه أكيد عندها معنى كبير على الدكان تاع الكحول. كان مفتوح، كي يكون مفتوح الإنسان اللي كيما نقولوا عنده فراغ، الإنسان اللي عنده ضغط وين يروح الحاجة اللي كيما نقولوا تعمر له راسه، وكي تعمر له راسه يظن باللي ارتاح. بعد ما تعمر له راسه اكيد ماحش يقدر يهضر معاك، ماحش يقدر يناقش مع صاحبه. هاي اللي صرات انه الطرفين الله يرحمه ويسع عليه، والطرف اللي في السجن نتمناو له ان شاء الله يعني توبه نصوحه، ونتمناو من الاولياء يعني الاب تاع اللي توفى والاب تاع اللي كيما نقولوا ضرب ان شاء الله كيما نقولوا واش حنقول لك يتلاقاو، لانه راح الله يرحمه ويسع عليه. واللي بقى في الحياه نتمناو له ان شاء الله تكون واش نقول لك درس، بصح ان شاء الله ربي يتوب عليه. وهذه رساله ونعاود هذا الدكان يلزم يتغلق يا جماعه باش ما تزيد تصرى خطا اكبر من هذه، ومن بعد نتحملوه كامل، راح نتحملوه كامل على مستوى الفوق وعلى مستوى الصغير. السيكتور هذا بوري، الممنوعات لا هنايا اللي يجي كوفر يروحوا بقرعه الكول يروح هنا جنينه هنايا ممنوعات. كي يجوا لابوليس انا نشرب بيره، والممنوعات حاجه اكثر من الكول ما يهضروش عليها. الممنوعات اللي خلقوا المشاكل هادو كاع لهنا، خلقوا لي كريم، خلقوا كلش حاجه بليس كول الكول. الممنوعات تعرف سي لا دروغ، هذه هي الحاجه الكبيره. هذا ما كانش اللي يغلق له، عاود يفتح، غلق له الوالي ديليغي، غلق له الوالي دارجي، يعاود يحل. الممنوعات تجروا مر من الممنوعات. هذا اللي يخلط في السوق ويخلط في المخدرات ما عندوش عقل، مازال ما عندوش عقل. لازم الناس اللي كبار، الناس كاع كبار تحكمهم يوميا يهضروا معاهم، خاش حتى هو تهضر. اني نهضر معاه نقول له يا دي ما اختيك بلا دروك، ها واش يوصل، اختيك من الشراب ها واش يوصل، اختيك من المشكل ها واش يوصل، ها اختيك ما يسمعش، ما باش واش هو يدير، ما يسمعش، ماهوش في عقله. انا اختار حكمت وليدي نفهمه، هذه نقولها له صحاب المخدرات وصحاب الكاشي وصحاب كلش. حكمت وليدي، حكمته اختراه بالزطله، قلت له شوف اختيك من الزبل هذه، قلت له شوف ما نفضلش، قلت له ماشي حرام حتى الخمر ام الخبائث. تسمى لي حب يفهم الكلام واش حنهضر، قلت له حتى الشراب ام الخبائث. قلت له شوف انا جو بريفير نشوفك تشرب وما نشوفك تطلي. قلت له الشراب يفقد لك الوعي تاعك، غدوه تفقد، تعاود تولي راسك على بالك واش دير. قلت له الزطله تعرف واش دير لك، تدمر لك حياتك، الكاشي يدمر لك حياتك، ما تعرفش واش راك دير. قلت له غدوه شراب تحب تحبسوا وتنعل البليس ويجيوك ناس تحبسوا ترمي عليك، راك مريض بلي بومو، مريض بعدسه، راك مريض لا. قلت له الزطله تحب تحبسها 80% ما تقدر تحبسها، ولا حبسها مخك راح. ما توليش تفهم واش راني نفهم، ما توليش تسمع الكلام واش راني نهضر. هكذا قلتها له ونقولها لهم كاع، اخطيكم من الزبل، اخطيكم من الهديه، اخطيك من الكاشيات اللي راه يبيع لك في الكاشي وراه يبيع لك في الزطله وراه يبيع لك في الاخر، راه داير تاويل. ونعطيكم دليل واحد برك، دليل راكم في القبه هنا. هذا مول الشراب اللي راهم داروا عليه الوقفه الاحتجاجيه اليوم، يبيع الشراب ومداير تاويل وهو ما يشربش، نقولها لك هو ما يشربش. انا حكمته في الجامع، افطنوا. انا ديك النهار كنت قاعد هنا، جا واحد يسقسيني قال لي يا ولدي وين يبيعوا شراب، وين ديبو تاع شراب؟ قلت له خويا نقول لك حاجه، والله ما نقول لك وين يبيعوا ديبو تاع شراب. قلت له شوف انا ما نقولكش وين يبيعوا، ربي يهديك. قلت له بصح شوف
هاك رايح تحوس عليه الديبو تاع شراب. قلت له قبل ما تدخل شوف الطوموبيل اللي راهم قاريها قدامك. قلت له هذيك طوموبيلته. قلت له انت بالبلي راح فيها انا رايح. اختلفت الأسباب وتعددت الفرضيات حول ملابسات القضية، فحسب محيط الضحية انطلقت حيثيات الجريمة يوم 14 فيفري 2015 حينما خرج الشاب سفيان من منزله صباحا كغير عادته. وجهته كانت موقف ركن السيارات الذي يعمل به. في حدود الساعة 3 زوالا خرج سفيان من الباركينج، صادف في طريقه المدعو إبراهيم وحدثت بينهما مناوشات كلامية. دقائق قليلة حولت المراسلات إلى مشادات نارية بينهما، فتطلب تدخل عقباء الحي لفك الشجرة. وعلى غفلة من الكل توجه المدعو إبراهيم مسرعا إلى الشاب سفيان كي يوجه له طعنة خنجر على مستوى رجله سببت له إصابة بليغة. ضربوه خويا ضربوه بداو يسلكوا بيناتهم المصلحين، دخلوا في وسطهم خلاص ما كاين والو. كي شافوا الاخر شدوا خويا خلاص يا سفيان خلاص. سفيان قال لهم بالك وتشدوا فيا غير انا تشدوني روحوا شدوا هو. ما عليه قال لهم غير انا تشدوني. الاخر ضربوه بالموس من اللور هنا في كوتي دوت. ضربوه هنا 11 سنتيمتر. ضربوه هاي سيرتيفيكا كاين وعطاو له سيرتيفيكا 21 يوم. ضربوه هرب لدارهم. جا خويا داوه هكذا منا يا خلاص ما كاين والو. قبضنا خونا خلاص قلنا له يا ودي ما كاين والو خلاص. قال لي كيف انا ضربت معاك وغدرني من اللور حتى سلكونا وكذا. معليش راك تعرف لي جان تاع دوكا شغل طايرين فوق اللازم، ولا انت لازم تمشي بريمير وشغل يحب يافونسي سانكيام. انت في طريق نورمال تمشي بريمير، انت في دودانا طلع بريمير، ولا لا يحب يطلع تروازيام. وهذه ماشي طريق ما تخرجش. ها واحد مباصي وها واحد في الجبان الله يرحمه. عائلة الضحية أكدت أن ابنها قتل مغدورا على يد صديقه. استنكروا بشدة الاعتداء الذي تعرض له شقيقه من طرفه، وما حز في نفسهم كثيرا هو أن والد المشتبه فيه والآخر ضرب الضحية في رأسه قبل 3 أيام من ارتكاب الجريمة. ما باباه ما نسمحلوش، خاطش باباه ما ياخذ بالحق، يزقي على وليدو يزقي ماشي باباه يسلك بيناتهم، ماشي باباه يزيد يحلوا على راسهم. ما باباه ما نسمحلوش كيحلوا على راسو باباه. صافي 3 ضربات داهم وليدي. دوكا تشوفي يقول لك ضربوا بحديده وضربوا وتحاموا. انا ما درت كون ضربته بحديده وكان تم دمو تم يكون ويشوفوه الناس ويشوفوه. كاين الناس بالك تشهد على الباطل، كاين الناس شهد بصح كاين الناس يشهود باللي ما ضربتوش. حكمته دومينيتو في الارض، حطوه في الارض على البوليس. حتى كي جا البوليسي قال في الله قال لي خلاص خليني انا ندبر راسي معاه. بوليسي قال لي خليني انا. قلت له يا ودي يا يهربوا الاخر. قال لي خليني انا ندبر راسي معاه. طلقته وقف جبد لي لام 3 لام قدام البوليسي. جبد لي لام جبد روحه للور. قال لي دوك نشلح روحي دوك نضرب روحي. قلت له انا ضرب روحك ولا ما ضربش روحك دبر راسك. انا نهضر معاه شبكت له على يده، حكمت له يده حبطته طاح في الارض هكذا قدام الناس كانوا يشوفوا فيا. نحيت له يده نحيت له كان بريكي و3 لام. زاد وليدو العشيه كمل عليه طاها له تاع الجبانه. ما نسمح لهمش كي باباه كي وليدو ما نسمح لهمش الدنيا الاخره. كيف بدات تاعي يحرقوها هذه انا ما نسمحش. ربي يعطيه الصبر ليماه. ونقول لها حاجه وحده ونزيد نقول لها حاجه وحده ونزيد نقول لها حاجه وحده. وليدك ما ضربتوش. وليدك دوك ولا كنت انا مع لي نار حكمته باش نديه باش نحبس الجمره. ما ضربتوش خاطش هادوم اللي راهم يشعلوا في النار هادوم صحابه اللي راهم يقول لك ضربوا بالموس. الحمد لله انا في حياتي ما رفدت موس. وانا ولا ضربته وحليت له راسه كيما راهم يقولوا. ما يقول لك كركروا يا اما ما كركرتوش.
سحبتو باش ندخلوا البوست بوليس، باش ندخلوا تحبس الجمره ما كركرتوش، سحبتو كي ما حبش يوقف سحبتو باش ندخلوا البوست بوليس، ما حبستش، كون حبست تلتما يحبست، ما يصراش هذا. وانا وين غادني الحال بزاف باسكو النهار ضربوا الاولى المره الاولى في فخدو بعد يومين ولا ثلاثه ما نكذبش عليك بالجمعه بعد الجمعه الاب تاع هذا اللي ضرب جا للدار حوس على وليدي اللي انتظر بالمرحوم الله يرحمه. كانوا ما نطلبش ما نبقى يشوف ليه ويقول لي يا ودي واش كان بالك ربما كنا ندخلوا احنا كبار في السن ووالديهم ربما يديروا لنا قدر ولا اخر وكذا. لان وليدك ما ضربتوش، عمي سيد علي وليدك ما ضربتوش، خاش كون ضربتو اني خليتو لتما، اني خليتو وكون ضربتو ما نجيبلوش لابوليس، والدليل كون باش نضربو ما نجيبلوش لابوليس، ما نحكموش حتى يجيو البوليسيه. أصدقاء الضحية من جهتهم أكدوا أن سفيان شاب خلوق يعرفه الكبير قبل الصغير في منطقة القبة، وهو من الأنصار الأوفياء لنادي مولودية الجزائر. قلبه بيد قلبه واسع، نعرفه أنا نعرفه في ليبي بلاصمو. البارح في الليل كان يهضر معايا قال لي وجد روحك نروحوا لوهران ونفكروا ليها مع البداية، حتى دوك هذيك عندها واحد نص ساعة عيطوا لي قالوا لي سفيان توفى، ولد صغير غدر. اللي ما يعرفوش هكا فيه وتشوف تقول لهم كاسرونا كاع يعرفوه وما خاطيه كلش. ماشي حقار، ما عنده والو، عنده يحب مولوديا، يرى يشوف في الصطاد ولا يشوف الرسيكه، هذا ما كان. حاجه اخرى يقولوا صحاب ويبوجي ما على باليش بزاف باش يدير هكذا ولا ما كاش اللي ما يحبوش. ما تقولي له سفيان ولا كاع يشتيوه فبارتو يتضارب باك. ما كان عنده مشاكل، ما كيما نقول لك السيد يحب الهول، يحب الصطاد، يحب شغل هو داير هكذايا، شغل هو داير هكذا، يحب قلبه حار. سفيان هو المعزوزي ديالي في وسط 4 خاوتو واختو، كاين 3 مزوجين والولاد بالطفله مزوجه، كنا كاع واقفين معاه باسكو كان هو صغير ومحبوب منهم كاع. انا حاجه اللي كنت ما نرضاش كيديرها كيروح للصطاد يتبع المولوديه يديبلاسي، ما يقولوش يا بابا نروح ولا حتى يكون في الطريق رايح للصطيف ولا يصقي لي في الطريق يقول لي يا بابا راني راح للصطيف، يقول لي راني راح للصطيف وكذا. يا وليدي علاش الوقت ما راهش مليح وتهلا في روحك كون مهني، ومن بعد كي يخلص الماتش يعيط لي يقول لي راني في منظر فلاني حتى يدخل للدار. على كل حال كان عنده هذا الحاجه اللي ما نرضاش بها، انك يروح يديبلاسي بزاف مع يعود سبب ارتكاب الجريمة حسبهم لمناوشات جرت بين الضحية والمتهم منذ 4 أيام قبل الحادثة، نتيجة خلافات حول تسيير موقف ركن السيارات حيث كانا يتناوبان عليه. جاب لي ربي على جال الباركينغ تاع الجامع باش نقول لك، خويا مخليه لهم شغل يخدموا فيه وكل شيء يتحاسبوا ويخدموا نص نهار. قالوا ما باليش كي صارت هكا مشكله، قالوا لهم لا يخدموا كيف خلاص. الاخر قال لهم لا انا نخدم نص نهار انت نص نهار. سبا باركينغ 5000 كروسه طروامل 5000. قصص عديدة رويت من قبل عدة أشخاص حول الأسباب الحقيقية لمقتل الشاب سفيان، منهم من أرجع الحادثة لخلاف قديم بين سفيان وإبراهيم ولسوء تفاهم حول تسيير موقف السيارات، فيما أكد البعض الآخر أن سبب الشجار يعود إلى فتاة كانت تربطها علاقة بهما. رجال واش يتفارقوا معروف من بكري، من قرون نساو المال ما كانش. هذه هما السبه اللي يتخلفوا فيها الرجال، ما كان سبه ود اخرى. عطيني سبه ود اخرى تفرقوا عليها الرجال من بكري، وقت فرعون ووقت ما لاباس وقت شكون هما السبه. ما من الخاوه يتفارقوا، من الخاوه تاع درك يتفارقوا على رجال الورد. حسب شهود عيان ممن عايشوا الحادث عن كثب، الجريمة حدثت بعد خلاف قديم بين الضحية والمشتبه فيه نتيجة استهلاك الكحول والمخدرات. أما السبب الرئيسي
أكد هذا الأخير أنه نشب لارتباط الطرفين بعلاقة غرامية بنفس الفتاة، وهو ما نتج عنه مشاحنات ومشادات بينهما انتهت بمقتل الشاب سفيان. عائلة الضحية تطالب العدالة بتجديد أقصى العقوبات على المشتبه فيه وبتطبيق حكم الإعدام في حقه. لازم العدالة تاخذ بالحق. دوك اللي صافي اللي يجي يقتل هكذا كاع الشر يديرها كيما قتلت تقتل، اللي 5 سنين في الحبس ولا 4 سنين وكاع يخرج نورمال، كاع ما يتبعوا فيها. لازم العدالة تاخذ بالحق، وانا ما نسمح لا دنيا لا اخره، ما نسمحش، ما نسمحلوش. طيب اللوح نهضر مع هذا. طيب اللوح ديروا قانون يرحم والديكم، ديروا قانون اللي تحكموا بموس، موس برك موس، ما ضرب ما دار والو. أبعتوا ب10 سنين، ضرب أبعتوا ب15 سنة، ضرب أبعتوا ب15 سنة، قتلت يا خويا القصاص، قتلت ديروا في الشمس الكتريك. شوف يديروها لواحد 2 3 4، ما كاش اللي يزيد يدير في دموس، ما كاش اللي يزيد يدير هاد العفايس، صح ولا لا؟ لا خو يا خويا ديروا لنا هاد العبسه. دوك الناس كاع ولاو ياكلوا كاشيات، هذه ما على باليش يا اخي. شوفي انا دوك شحال يحكموا له اقصى عقوبه، ادنى عقوبه، ادنى الاخر، هذه الامور هذه ما نكذبش عليك. كل لاستون عندي انا والله ما خممت فيها قد ما خممت في الولد الناس اللي معي. انا حبيت نروح البارح الجنازه وحبيت نروح من البعيد، ما على باليش، قعدت بوحدي، قاعد ما قدرتش نروح، حبيت نروح ما كاش حتى واحد اللي دوك اقصى عقوبه ادنى عقوبه. دوك واش حابين نقول لك؟ انا وليدي انا وليدي غنقول لك نحب له 25 سنه، ما نقولكش نحب له 25 سنه، ما نقولكش نحب له يخرج، درت تخلص. وللتعمق في القضية تنقلنا إلى بيت المتهم، وكان لنا لقاء مع والده. هذا الأخير أكد لنا أنه تلقى تهديدات عديدة من قبل الضحية أياما قليلة قبل وقوع الجريمة. الأربعة اللي بدات المشكل يجيو للدار، يتيروا بالبوق ويتيروا بالسينيال ويتيروا تاع الدار. النهار جاو ما على باليش شكون. المرحوم كان معاهم، يجيب صحابه يضربوا على الدار، يضربوا في التواقي، يضربوا في البارسيالات. جا مع الاول جا طونوبيل وحده، ناش طونوبيل وحده تيراو ضربوا. انا ما عرفش واش كاين كاع. المهم حتى كي خرجت حليت لي راحوا ركبوا راحوا، حليت لي بارسيالات. قالوا لي يا ودي، كانوا الناس جات لي يا ودي واش كان غير الخير غير الخير، قلت غير الخير واش كاين؟ قالوا لي كانوا يضربوا في دارك منا كلش. حبطت تحتها، لقيت المشكل هذا وغير شكون كيفاش هكذا. قالوا لي الله ما على بالنا، كاع ضربوا وراحوا، ما عليناش. انا واش درت؟ رفت هذوك اللي شيت اللي بقاو تاعهم اللي كانوا يضربوا بهم تاع السينيا، دوك رفتهم منا. رحت نحوس على خويا يخدم كرونكيت تاع مع ولادهم. ما كنت نهضر معاه الاخر ما لقيتوش. عيطت لصاحبي قلت له ودي وراه فلان عندك التليفون تاعو ولا عندك الاخر؟ قلت له عيط له قول له خوك واش هو يجي يضرب للدار هذه، عنده بروبليم مع الولد البرا، علاش يجي لي الدار؟ قلت له ديجا قول له نسحق ونهضر معاه، حبيت نهضر معاه ولا قول له سحق ويجوز ليا. واش كاين حبينا نفهموا، جينا هضرت مع بابا هنا قلت له نورمالمون تزكي على وليدك وانا نزكي على خويا وما كاين والو. ومن بعد جا باباه بالجمعه، جا باباه جا هنا قدام باب الدار، قال لي عيط لي في تليفون، قال لي يا ودي باش خرجت له خويا سلام. قال له واش عمي؟ قال له كش ما تحب نشري لك دواء ولا كذا؟ قال له ما تشري لي لا دواء لا والو. قال له شريت دواء كذا. قال له بصح نورمالمون، قال له وليدك ضربني ضرب تاع الغدره. قال له نورمالمون ما يضربنيش بالموس. دا وسمع قال له انا ما كنت راه في دموس ما والو. قال له بابا خلاص ما كاين والو قدامنا يا خلاص. نهار الجمعه كملت بيان، نهار السبت ادخل نتعشى يزيدوا يجيو 2 طونوبيلات واحد اخرين بالسينيا بالبوق بالاخر والاخر يضربوا. خرجت انا حليت البالكون هيداك من خرجت هداك، رفد لي سيف. المرحوم هذا رفد لي سيف ويدير لي مازال والحومه كاع شاهده عليه، كاع الناس شافته. قال لي مازال. قلت له اسمع راكم بالسيف راكم بالاخر استناوني راني حابط. انا دوك نحبط. الولد كان داخل الدار، هو علاش يجيو لي على بالهم باللي الولد في الدار ما خليتوش يخرج. يرفد السيف قلت له استنى دوك نجي لك.
سنيت عيط الخو، جبت عيط الخو رضا هدايا. قلت له اسمع رضا خاطر هو اللي جا وكل شيء. لا اسمع يا رضا وين راك؟ قال لي راني انا. قلت له وين راك؟ قال لي راني. قلت له قال لي راني في الكواليا. كان واحد الكوان تاع الحومه اللي هاي يشربوا فيه. كان معاهم قال لي روح لي. قلت له لا انت تجي لي اروح هنا نتفاهموا. اروح اليوم لازم نفهموا هذه. هو خلينا هو عنده مشكل مع الاولاد، راهو يحوس على الاولاد ولا لا الاخر كلش، بصح اللي راهم يجيو معاه واش من المشكل؟ واش من المرقه اللي حرقت لهم شواربهم يجيو لداري انا؟ تسمى هذه ولات لا مافيا. ما كاش هذه لا مافيا في البلاد. كان يتيري بالبوق على دار السيد، ما كاش يبغي شكون الحرمه. دوك انت واحد من الناس يجي انسان يهدد لك دارك ويهدد لك عائلتك ويهدد لك باباك وعندك يماك مريضه وكدايا. هنا نورمالمون تولي الناس كبار، نورمالمون الناس كبار هنا في هذا الحي نورمالمون يحكموهم. خلاص طفرت، نورمالمون هنا ناس كبار يحكموهم. انت ما تقبلها وانا ما نقبلها، واحد ما كانش اللي يقبلها. تتقبل انت واحد يجي يدير عليكم داركم بوق يخلع عليك يماك وباباك، ما كانش اللي يقبلها. ساك نورمالمون ولد صرا السيجار هذا اللي صرا. ها هو الصرا اللي صرا، ها هو الصرا. ها الاخر تير على دارهم بالبوق. ما واحد فينا صح واحد فينا ما يقبلها. ما نقدرش نقولوا السيد ما عندوش الحق. انا واحد من الناس مزعاف قابل ندير كلش انايا. يما دنيا لي يما دنيا لعائلتي، ما دناش العائله تاعي. نهار تاع ثلاث راني حليت حانوتي، راني نخدم انا حانوتي هنا، راني نخدم راني قاعد على 12 و4 جاي عاقب هو. ثم البارح دار يتيري لك عطاه ويدير لك، ومن بعد جا عاقب منايا يحوس على الاولاد، ولا يحوس الاخر. جا عاقب منا كي شفتو انايا او بسم الله الرحمن الرحيم ويشوف فيا. ثم يا اللي نجي نضربك، يا اللي نجي ندير لك في دارك واش حبيت، ويزيد يشوف فيك ويزيد الاخر. بعدها كي نعرف فيها بلاش واش ندير انايا؟ نروح موراه. حكمتو كيما المارشي، اروح معاه. قلت له البارح جيت دير سينما تضرب في الدار ودير هكذا كلش. قلت له هاي شوف نروح عند لابوليس. حكمتو بديت نجبد فيه باش نجيبو عند لابوليس بوليس تاع الاخر. شاف روحو لا ما نقولش قادر ذي عمي كامل. قلت له مانيش عمك انا اليوم. كيفاش تجي دير لي الهول في الدار ومن بعد تقول لي عمي كامل؟ قلت له مانيش عمك اليوم نروحوا للدوله تفريها، اليوم لازم تفرها ما تبقاش كيما راهي هذا. قلت له لازم نروحوا ومن بعد كي شاف روحو خلاص راح حكمته بدين جبد فيه رمى روحو في الارض. ولاد الحومه هادو اللي نقولوا ولاد حومتنا ما كاين والو. باش نقول لك كون جا ولاد حومه تاع الصاح والاخر ما يلحقوش يخلوهم حتى تلحق لهذه الحاجه. نورمالمون ما يخلوهاش هكذا تفرا. كاين رجال كاين عباد كاين. انا خويا مضروب وقلت له هكذاك وكلخت له يا خويا ضربك ما دخل في ضربتك ما والو. كان روح ديبوزي بلان. قال لي ما نديبوزيش. روح ديبوزي بلان وربي يسهل عليه. غدوه من الغدوه ضارب معاه ولا براسك بوزي بلان تديه هاي الدوله تحكم بيناتكم. قال لك لا انا من جهتي الحمد لله انا من جهتي حبيت نطفيها، بصح من جهه فاميلته ما داروا والو. يقول لي غير نخلف ضربتي انا ليا ما يقولش باسكو انا باباه احترامه وخدم. بصح سمعت بلي باباك يقول تهدد عليه هو غوطر ولا شيء. ما دام تهدد عليه هو راح ديبوزا بلانت. ما يكونش هو مرابط بوليس هو اللي كركر الولد حتى زاد حلو راسو وهذيك العشيه كمل عليه وليده بالموس وهربوا الناس. انا يقال باش ما ندهمش خاطر السيد بالك يسمع يقول اني نتهموا. الناس اللي شافوه ده بالطوموبيل قالوا بصح ما قدروش يقول لك احنا شفناه هو اللي هرب وليده. وهذاك النهار خليته قاعد في الكرسي. بعدها دخلوا كليون ولا شوف هذا ما باش كيفاش زلق حبط راح حتى وين صارت الكارثه. المهم قالوا لي بارا بيدو، هذاك ضربوا هذاك بارا بيدو جبد موس. كان عنده موس ضربوا براهيم كي ضربوا اكلوا العرق هذاك حبط. قالوا لي الناس واش تحكي ماشي انا. قالوا لي حبط طاجون وقالوا هذا واش حبيت براهيم هضر معنا. قالوا هذا واش حبيت وهرب. براهيم واش جاني للدار. قلت له وين جاني للدار؟ قال لي اسمع وجالي اني ضربته. قلت لك ما تخرجش ما ديرش ما قلت لك ما تخرج. ادخل للدار انا ما عرفتش واش كاين. ادخل للدار حتى يجيو الناس يجريو. يا ودي اسمع وليدك ضرب السيد. قلت له السيد ما فهمتش واش ندير. انا ما فهمتش. حكمت هذوك اليوم كان هذوك رميت الحوايج خرجت لي للدار. طلعت لي للدار قلت له واش درت. هو كي طلع الاخر جا الميكرو
قلت له واش درت؟ قلت وليد الناس واش درت؟ اخرج روح لابوليس، اخرج امشي روح لابوليس، دبر راسك روح لابوليس، اخرج كنت راح ندير باش طلعوا لابوليس ومن بعد عاود هرب لي راه ولدك راه قلت له روح لابوليس ما عندك وين تروح، دبر راسك سلم روحك. كما كشف لنا أن السبب المباشر الذي أدى إلى نشوب الخلاف بينهما يعود إلى فتاة تعرف عليها ابنه من خلال شبكة التواصل الاجتماعي. هذه الأخيرة كانت على علاقة عاطفية مع الضحية في نفس الوقت، ما دفع بابنه إلى طعن الشاب سفيان. أنا شوفي نقول لك لا دروغ الشراب، أنا شوفي وليدي نهار دار معاه ما حبيتش، وليدي ما خليتلوش، قلت له ما لقيتش منين تدور ما تدورش. دوكا الدار معاه لا دروغ الشراب الاخر، انا وليدي يشرب يدروغي الاخر، انا ما شفتوش ما حكمتوش. الشراب انا كي يدخل روطان شملو فمه ما كانش. هذيك المهم هما 80-90% طفله بيناتهم ودارها بيناتهم واحد. انا مش شكون هذا الواحد وهذوم الاخر، هو هذا المرحوم ما يعرفش فايكس بوكس، هذاك يخلط كونيكتي معاها ما كونيكتاش معاها، هذيك قضيه تاع دوله. وخلال مواصلة حديثه إلينا أكد كذلك أن الضحية وابنه سبق وأن كانت بينهما خلافات قديمة، هو الأمر الذي خلف ضغوطات نفسية وحقدا كبيرا بينهما، مشيرا إلى أن الخلافات كانت توحي بوقوع جريمة قتل. هذا سفيان جا ابراهيم كان في الجنينه، دلو حكمه كان هو قلت كيدير لي لانتي، حكمه قال له نشلح لك وجهك وندير لك. هذا واش يحكي هو؟ هذوم كانوا معاه شهوده. هذه كي صارت كي ضربوا خطره الاولى ماشي خطره تاع الموت، هذه كي ضربوا خطره الاولى قال له نحل لك وجهك ندير لك هكذا، قال لك غافلوا نحلوا يدو ضربوا حتى هو ضربوا بالموس، كان ضربوا بالموس نحلوا الموت ضربوا بالموس. وصارت بيناتهم هذيك سلكوهم راحوا. نضربوا دبزه نطلعوا الغابه نفروها 5 دقائق، عورتني عورتك وما ضربتني سمانه نضرب معك سمانه وانت تغلبني، بصح ماشي قال خفتك راني ضربت معك غلبتني معليش بصحتك انت قوي عليا الله غالب. ضاربنا سلكونا غدوه نص قهوه بصح لحقت هذه الظاهره غير الموس وين انا رايحين بها يا اخو؟ كيما تحرقت انا تحرق وحده صغير يا اخو، شوف الدنيا 29 سنه اش حبيت نقول لك. أسباب متعددة وفرضيات مختلفة تقف وراء هذه الجريمة البشعة، فإن كان الدافع خلافا حول موقف السيارات أو مخمرة أو تعاطي مخدرات أو حتى بسبب فتاة، النتيجة إزهاق روح الأول وضياع حياة الثاني بين قضبان السجون. مخمرة، تعاطي المخدرات، عمل غير مرخص أو فتاة، أمور لا يحمد عقباها يكون نتائجها حتما الموت أو قضبان السجن. نهاية عدد اليوم من تحريات، ترقبونا في عدد قادم.